السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو جديد على قناتي. طبعا كنا عايزين نقدم لكم حاجة مختلفة. طبعا كل اللي متابعين قناتي بيعرفوا ان زوجتي من افغانستان، وعشان كده حبينا اليوم نقدم لكم طبخ جديد او بطريقة جديدة على قناتي. اليوم هنقدم لكم مكرونة باللحمة المفرومة على الطريقة الأفغانية. طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو، الأول بنقطع البصل، بنولع النار، الطريقة العادية. وبعد البصل أكيد بنحط شوية زيت، كملنا تقطيع البصل، ودي البداية زي طريقة الطبخ العادية. أكيد طبعا زي أمي وأمك وكل أهلنا في بلادنا. هنا حطينا كمية الزيت المطلوبة للطبخ، وطبعا دي بتتوقف عليها كمية المكرونة اللي انت هتطبخها. هنا بقى بنحمر البصل لغاية ما يتحمر للأخير. بنجهز طبعا معاه زي ما انتم شايفين، لازم تقلب البصل عشان ما ينحرقش. وهنا بتنزل عليها البطاطس، لأن اليوم مكرونة مع بطاطس مع لحمة مفرومة، وليها طريقة مختلفة شوية عنا احنا كعرب. طبعا بتحمر البطاطس مع البصل شوية وبتستنى لغاية ما تتحمر. هنا طبعا المية تسيب المية تغلي عشان المكرونة، عشان في نفس الوقت الاتنين يجهزوا مع بعض. هنا حطت لي البهارات بتاعت الطبخ، ملح، فلفل اسود. هنا رجعنا تاني للبطاطس، حطت برضو ملح للبطاطس والبصل. وطبعا هتستنى شوية عشان خاطر البطاطس تتحمر شوية، لانها ما تلحقش تستوي مع اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة بتيجي بسرعة زي ما انتم شايفين. طبعا بتقلب دايما، بتستمر التقليب. هنا البهارات المطلوبة، فلفل اسود على كزبرة. زي ما انتم شايفين برضو بنفس الوقت بنحط البهارات اللي موجودة. طبعا هي حطت البهارات في المية بتاعت الطبخ اللي هي هينطبخ فيها المكرونة، عشان بحيث ان هي تاخد الطعم بتاع الأكلة، عشان يكون كله متسبك كويس. هنا جنزبيل على فلفل أسود على كزبرة، أعتقد صح كزبرة. ديت على طريقتهم طبعا، يعني هم لهم بهارات خاصة بيهم. هنا نزلت اللحمة المفرومة. على فكرة هنا اللحمة المفرومة لحم الدجاج، عشان كده ممكن تكون بيضة شوية زي ما انتم شايفين. وطبعا بتسيب الأكل دلوقتي لغاية ما اللحمة المفرومة تبدأ شوية تفك، لأن احنا طبعا احنا عندنا في البيت دايما بنحطها في الفريزر، عشان المحلات العربي مش موجودة جانبنا هنا في القرية اللي احنا فيها، او في المدينة اللي احنا موجودين فيها. فعشان كده بنشتري دايما هنا. طبعا لو انتوا شايفين اللحمة والبطاطس بدأت تاخد اللون، تتغير اللون بتاعها مع البهارات. هنا الطماطم السوسة اللي هي المعلبات، هوريلكوا العلبة بعد ما تخلص. هنا ادي هنا اللحمة، الطماطم، عصير الطماطم اهي، نفس النوع دوت احنا بنطبخ بيه. وطبعا النوع دوت برضه بنجيبه من الاتراك، يعني مش موجود عندنا في البيت. هنا لو تلاحظوا على اليمين مية المكرونة بدأت تغلي. هنا المكرونة اللي احنا طبخناها النهاردة اللي هي الأشكال عاملة زي الوردة. وطبعا بنحط المكرونة تغلي. المية كانت غلت، فلازم المكرونة تاخد وقتها عشان تنسلق
بنسلق المكرونة عادي على الطريقة العادية. طبعا معانا شوية وقت على ما المكرونة تنسلق. وهنا في نفس الوقت اللي هي الصوصة اللي احنا بنحطها هنا، ده العصير الطماطم، العصير اللي هو الخفيف المخفف، ده اللي هو بيجي من المحلات الألمانية أو المحلات الألمانية. الطماطم الصوصة التانية اللي هي اللي هي التقيلة، يعني اللي هي عصير أو مركزة زي ما احنا بنقول كده، ديت بتيجي من محل الأتراك. هنا زي ما انتوا شايفين بدنا تقلب وتستنى حتى المكرونة تستوي. وبعد كده جاي ليكو في حاجة مختلفة شوية عن الطريقة اللي احنا بنطبخ بيها كمصريين. هنا بتقلل درجة الحرارة على النار. احنا منتظرين دلوقتي ان المكرونة تستوي، قصدي المكرونة تنسلق قصدي. فانت بحيث يكون الصوصة اللحمة المفرومة مع البطاطس يكون ظبطت ويكون استوت. وهنا بتدخل معاك المكرونة. طبعا انت كل شوية بتبص على المكرونة، يعني هي تقريبا لها من 5 دقايق ل7 دقايق حتى النهاية، حتى ان هي تنسلق يعني. اتمنى تجربوها في البيت، هتعجبكم، طعمها رهيب. يعني انا واحد من الناس اما بنزل اجازة في مصر بصراحة بتوحشني الطريقة ديت، لانها بصراحة طعمها روعة. بتبقى لها طريقة مختلفة، يعني بتبقى مش سابكة اللحمة المفرومة، مش سابكة مع الطماطم مع البطاطس. بيكون لها طريقة كده مختلفة، يعني مذاق مختلف، يعني تقدر تقول مذاق مختلف. هنا المكرونة جربت تستوي. احنا حبينا انا حابب اشرح لكم التجربة كاملة بحيث اي حد عايز يجربها اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. المذاق رائع. يعني انا لما بنزل مصر فعلا بحس ان انا مغترب. مش ليه؟ لان انا متزوج مع زوجتي بقالنا 11 سنة. طريقتها في الطبخ حاجة مختلفة. هنا المكرونة عشان طبعا مية باردة تبردها شوية عشان ما تنزلش. انتوا عارفين في الاحواض لازم الواحد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل. هنا فضت المكرونة في المصفى بالمصري. وهنا حطت شوية زيت تحت. هنا الطريقة المختلفة بقى اللي هي هنا العيش البلدي او العيش الابيض بالمصري، عندنا في مصر العيش الابيض. هي بتحطه بتعمله تحت زي تحميرة من تحت ارضية المكرونة زي ما انتوا شايفين. وبعدين هتنزل عليها الصوصة شوية بحيث ان هي العيش مع الصوصة ياخد الطعم. انتوا هتشوفوا المنظر منظر الاكل في النهاية هيعجبكم. هنا نزلنا المكرونة تاني وهي طبعا نزلت شوية شوية، وهتحط معاها الصوصة اللي هي طبختها وهتقلبها كويس مع بعض بحيث ان المكرونة تاخد الطعم كامل بتاع الصوصة زي ما انتوا شايفين. انا عن نفسي بقول لكم جربوا الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبكم. واتمنى منكم ان انتوا تشتركوا بالقناة وتدوسوا لايك. على كل لايك حدها يورو. كل لايك على الفيديو دوت مراتي هتاخد مني يورو. شوفوا انتوا بقى انتوا هتقدروا تعبها ومجهودها في الطبخة. هنا زي ما انتوا شايفين هنا المكرونة هتحط الباقي. هي حطتها في الطاسة اللي هي طبخنا فيها اللي هو اللحمة المفرومة بحيث ان هي تخلطها مع بعض بحيث تاخد كل الباقي، يعني ان هي تخلط كل الموجود، الكمية الموجودة زي ما انتوا شايفين كده. هي كده خلصناها. فهي بتحاول عشان خاطر ما يكونش فيه تسريب، بتحاول ان هي
الهواء وما يكونش فيه هواء يدخل على اللي بتاع. فهنا حطت زي اقول ايه، مفرش بسيط، او مش مفرش يعني، زي احنا بنقول عليها ايه مش عارف بالمصري والله. بنحطها بحيث ان هي مفيش اي هواء يخش على المكان. وهي بتقفل المي، بتقفل على كده الحلة وتسيبها. بتاخد ساعة بالظبط. بعد الساعة ديت بتلاقي الاكل ما شاء الله ما شاء الله. انتوا هتشوفوا المنظر هيعجبكم. اتمنى يعني تدوسوا لايك ليها، لان هي فعلا عملت مجهود قوي عملت مجهود في الطبخة، وحبت تظهرها لكم بالمنظر الرائع دوت. على فكرة اللي فوق دوت هو اللي هو التحميرة بتاعت العيش. يعني انتوا شايفين العيش الابيض اللي احنا حطيناه تحت زي ما انتوا شايفين كده. وقلبت الحلة ما حصلش يعني ولا احلى طباخ. وهنا طبعا جهزنا السفرة عشان ناكل مع الاطفال. هنا في زي زبادي، وهنا في اللي هو الطوشي، وهنا الفلفل والملح لو اي حد عايز. هنا على ترابيزة السفرة زي ما انتم شايفين. هنا كل واحد، احنا طبعا 4 في العيلة، فعشان كده هي رتبت سفرة الاكل اللي هو العشاء اليوم. وهتقطع العيش زي ما انتم شايفين كده. حاجة ما شاء الله ما شاء الله، طعم ما شاء الله عليه، الله اكبر. يستاهل بكو. اتمنى تجربوه وتقولوا لنا رايكم فيها بالظبط. انا مستني تعليقاتكم، وعلى كل لايك حدها يورو. خدوا بالكم. شوفوا انتوا بقى، انتوا تقدروا تعبها. وان شاء الله ان شاء الله لو عجبكم الفيديو دوت وعجبكم فيديو الاكل، ان شاء الله بنقدم لكم فيديوهات جديدة عن الاكل. واتمنى ينول اعجابكم، وتشتركوا بقناتنا وتصلوا على رسول الله. اهم حاجة يا شباب، اللي قول رأيك بصراحة. واتمنى منك تصلي على رسول الله وتدعمنا باللايك. على كل لايك على الفيديو دوت زوجتي هتاخد مني يورو. شوفوا انتوا بقى، لو جبنا 1000 لايك يبقى 1000 يورو، يعني يبقى اغتنت خلاص. لا انا بضحك طبعا، ولكن اتمنى ينول اعجابكم. واتمنى تشتركوا بالقناة وتصلوا على رسول الله. اخوكم محمود الصادق من المانيا. وان شاء الله بنقدم لكم كل جديد. هنقدم لكم حاجات متنوعة في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.